اكبر مشكله بتواجه الانتربرينورز وما بتواجهش البيزنس مان. لما تكون الشركة فيها 10 شغالين أو 100 شغالين أو 500 شغالين أو 1000 شغالين، الفكرة كلها بتكون كم واحد معاك في المركب، كم واحد شايف الرؤية بتاعت الشركة، كم واحد شايف المنهج والخطة والدنيا واضحة له بتاعت الشركة. الشركة محتاجة كل شوية تزود عدد الناس اللي في المركب، ده هيساعد على تطوير الشركة. المشكلة بتحصل لما بتلاقي ان في قرار طلع والقرار ده مش مناسب لأغلبية الشركة. طب انت المشكلة بقى القرار ده هيمشي على مين وهيطبق ازاي، هيتعمل ازاي؟ الفكرة كلها بتكون هل الناس دي اصلا اللي معاك في التيم واللي معاك في الشغل معاك في الرؤية ومعاك في المنهج اللي انت ماشي بيه وعارفين الشركة هتوصل بيه بعد سنة ولا بعد 2 لغاية فين، بعد 5 سنين لغاية فين، احنا رايحين فين، ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي مش المفروض يتعمل، هل ده مناسب لرؤيتنا ومناسب للبوصلة بتاعتنا ومناسب للمنهج بتاعنا ولا لا؟ اللي هيحكم ده كم واحد معاك في المركب. الانتربرينورز لما بيجوا يعملوا شركات اغلبيه المشاكل اللي بتواجههم ان الناس او الفريق اللي معاهم شايفين ان احنا من حقنا نعمل شركات زي الشركه اللي انت عملتها، فانا ليه اصلا ابقى معاك في التيم لما انا ممكن اعمل شركه زي اللي انت عملتها؟ الفكره كلها ان الناس محتاجه تبقى جزء من الحلم وجزء من البوصله وجزء من المركب اللي انت ماشي بيه. وده اللي قدرت تعمله جوجل، انها سمحت للناس عندها ان يقضوا 20% من الوقت ان هم بيبنوا البيزنس بتاعهم وان هم بيشتغلوا على البيزنس بتاعهم البرايفت اللي بره جوجل اصلا. فهي بكده اللي هي بتقوله واللي هي بتعمله هي بتنفذه مع الناس ومع التيم، وده اللي بيحافظ على ان الشركه تكمل وتكبر. فالفكره ببساطه جدا اللي انت بتقوله محتاج تقدمه ليك وللشركه وللتيم وللكاستمر.